السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه البرتقال في 5 دقايق، وفي الخلاط هتطلع معاكي كيكه مرتفعه وهشه وخفيفه جدا. طعمها وريحتها في منتهى الجمال. بجد لازم تجربوها ومتاكده انها تعجبكم جدا. مكوناتها بسيطه ومتوفره في اي بيت، تنفع الفطار او مع كوبايه شاي. يلا بينا نقول المقادير على طول بالجرام وبالكوبايه زي ما احنا متعودين مع بعض دايما. هنا كوبايتين ونص من الدقيق بكوباية الشاي العادية، وبعد ما تنخليه تعايريه 350 جرام، وانزلنا عليه بمعلقتين كبار من النشا، نشا الذرة 40 جرام. ومعانا هنا كمان معلقة من البيكنج باودر. تمام، معلقة من البيكنج باودر كيك شيف حوالي 16 جرام. جبنا كده المواد الجافة مع بعضيها زي ما انت شفت كده اهو. نبدأ بقى في المواد السائلة، هنركنها كده على جنب. معانا هنا 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ. تمام، وبما اننا عندنا بيض يكون فيه فانيليا، يا ريت تكون كمان فانيليا بنكهه البرتقال، هتكون احلى واحلى بما اننا بقى عاملين كيكه البرتقال. ولكن انا ما عنديش فحطيت فانيليا سايله عاديه. حطينا هنا 3 حبات من البيض وعليهم رشه بسيطه من الفانيليا، وانزل عليهم بكوبايه من السكر بما يعادل 200 جرام. ما عندكيش ميزان يا ست الكل، كوبايه الشاي العاديه اللي موجوده في اي بيت تعيريها وتخليها موحده في كل حاجه، في الدقيق وفي الزيت وفي البرتقال تكون موحده معاك. نزلنا بالبيض والسكر هنضربهم كويس قوي كده في الخلاط. هقولك على السر بقى اللي هيخلي معاكي الكيكه هشه ومرتفعه، انك انت تضربي البيض كويس جدا جدا مع السكر لحد ما يديكي اللون البياض اللي انت هتشوفيه ده، وتتاكدي كويس ان السكر معاكي داب مع البيض كده. تمام، ده السر بقى هشاشة وارتفاع الكيكه. كيكه البرتقال هنعملها مع بعض زي ما انت تشوفي كده، باسهل وانجح طريقه هي الطريقه دي، انك تضربي السكر مع البيض كويس قوي، وهتطلع معاكي جميله جدا ومساماتها كده تكون كمان ضيقه. هنبدا هنا ننزل بكوبايه من عصير البرتقال بما يعادل 220 جرام. تمام، والكوبايه تكون موحده سواء في الدقيق او في البرتقال او في السكر لو انت ما عندكيش ميزان. هنخلطها مرتين تلاتة كده. وفي الوقت ده هنزل بقى بالزيت. الزيت قد ايه؟ كوبايه الا ربع بما يعادل 160 جرام. وهنا في اختياري، لو حابه تحطي بشر برتقال هتدي نكهه وتست حلو جدا جدا للكيك. نزلنا كده بالزيت اهو. يبقى حطينا ايه يا بنات في الخلاط؟ حطينا 3 بيضات، حطينا كوبايه من السكر، حطينا كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه عصير برتقال، ومعلقه من البشر البرتقال ده اختياري، ورشه كمان بسيطه من الفانيليا على البيض. تمام، نودي السائله كلها اهيت. هنبدا نحطها في البوله كده وننزل عليها بالدقيق. الدقيق كان قد ايه يا بنات؟ كوبايتين ونص دقيق، وعليهم معلقه كبيره من النشا، وعليهم كمان معلقه من البيكنج باودر. هنبدا نضيف الدقيق كده مش مره واحده، هنضيفها على مراحل، ونبدا نقلب كده من فوق لتحت بالشكل ده كده. تمام، هنضيف الدقيق على مراحل، ونبدا بقى كده تكوني انت ايه مجهزه في الوقت ده الصينيه بتاعتك. الصينيه قد ايه؟ 30، من 26 ل 30. مقاس الصينية من 26 ل30. بتكوني انت دهناها دهنة بسيطة من الزبدة او السمنة، ولكن انا برشح الزبدة، بتدي كده طبقة حلوة محمرة كده زي القطيفة للكيك، بتكون حلوة جدا. رشة بسيطة كده من الزبدة او دهنة بسيطة من السمنة، ده اختياري براحتك برضو. وبعدين تحط عليها كمان معلقة دقيق كده تبطنيها كويس اوي. بكون انا اول حاجه ببدا في عمايل الكيك بكون مبطنه الصينيه بتاعتي، وفي نفس الوقت بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. تمام كده، ده قوام الكيك بالظبط زي ما انت شايفه كده. والصينيه معايا اهي، تبدا من 26 ل 30 تنفع. لو انت عايزاها عاليه تخليها 26، لو انت عايزاها يعني تكون السمك بتاع الكيك واطي شويه هتخليها 30. ده قوام الكيك بوريهولك اهو. هنبدأ بقى نحطه في قلب الصينية وندخلها الفرن. هتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد بالظبط 30 دقيقة. شايفين يا بنات؟ وكمان هي المفروض تاخد الصينية دي مقاس 30، لو حطيتيها في مقاس 26 هتكون احلى واحلى. السمك بتاعها كان عايز بتاع الصينية كانت عايز تبقى اقل شوية، ولكن هتطلع تحفة جدا اهو. تمام، هنبدأ بقى نهز كده الصينية ونخبطها خبطتين على الرخامة او بخلة كده عشان تطلعي الهواء اللي في قلبيها، وادخلها الفرن. هتقعد بالظبط 30 دقيقة وهتطلع بالشكل الجميل اللي انت شفتيه ده، ما شاء الله اللهم بارك. هنبدأ بقى اسيبها لما تبرد ونبدأ نقطعها، وما تقطعهاش وهي سخنة. بص الكيكة من جوه جميلة جدا وخفيفة وهشة، ولا مكتومة ولا تقيلة. تعال نقطع حتة كده ونوريها لكم. لو وصلت معايا لحد دلوقتي منسيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. ولا اول مرة بتشوفي قناتي يا ريت تشرفيني وبتشتركي وتفعلي زر الجرس اللي باللون الاحمر تحت الفيديو، عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه.
تعالوا نوريكم بقى حتة كده من جوه، ما شاء الله اللهم بارك. ده كمان التليفون ظالم الكيكة والله. ده شكلها هي طرية وخفيفة وطعمها حلو جدا، وانا سايباها كده على طبيعتها. يا رب طبعا الفراغ اللي انت شفتيه ده عشان ما قلبتهاش بالخله كده ووديتها كلها في قلب بعضيها. يعني يا دوبك بس هبت الصينيه كده على الرخامه وخلاص. شايفين من جوه عامله ازاي؟ لونها فاتح وجميل وزي الفل. دي من جوه جميله جدا، خفيفه وطريه، وتنفع للفطار مع كوبايه شاي. حاجه في منتهى الجمال. شايفه مسامتها ضيقه كمان ازاي؟ عشان ضربنا البيض مع السكر كويس جدا. ده سر من اسرار الكيكه اللي بتساعد ان الكيكه تكون هشه وخفيفه. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، ودي كانت كيكة البرتقال الهشة الطرية، سهلة وسريعة، وهتطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله من اول مرة. جربوها في البيت واستمتعوا بالطعم الكيكة الجميل